السكر وهقلب كويس قوي. السكر بيساعدني في تسوية اللحمة وكمان بيخلي الشوربة طعمها حلو قوي. اهو بصوا بعد ما خدت غلوتين كده زي ما انتوا شايفين، هوطي النار على نار بسيطة قوي. بصوا انا زي ما وريتكم كده اهو مفيش اي زفارة او عملت ريم على الوش ولا اي حاجة، والسبب في كده طبعا الصدمة اللي احنا عملناها في الاول. هوطي النار خالص وهسيب اللحمة تستوي على نار هادية. الطريقة دي بجد يا جماعة هتديكوا شوربة ممتازة وطعم اللحمة هيكون ممتاز. يعني أنا عايزة أقولكم إن اللحمة أصلا كانت دايبة مش مستحملة حتى إن أنا أمسكها، كانت يعني بتتقطع مني كده زي الزبدة. وكمان الشوربة طعمها وريحتها في منتهى الجمال. طبعا بعد ما اللحمه استوت انا صفيتها من كل المنكهات اللي احنا ضفناها. بصوا الشوربه شكلها صافيه ازاي، لونها رايق وطعمها حلو جدا. اتمنى تجربوا الطريقه دي في سلق لحمه العيد وتقولوا لي ايه الاخبار. شكرا ليكم وباي باي.